بيبدأ الفيلم سنة 358 قبل الميلاد، وبنروح على اليونان وبنشوف الملكة كامي وهي بتخلف طفلها واللي بيكون أبوه الإله زيوس كبير الآلهة بتاعتهم. والملكة كامي بتسمي ابنها هركليز، لكن هيرا مرات زيوس مش بتقبل بالطفل ده وبتعتبره إهانة للإله زيوس إن هو يتجوز واحدة عادية من البشر. وكانت طول الوقت هيرا بتحاول إن هي تخلص من هركليز لأنها كانت عارفة إن هو لما يكبر مش هتقدر تأذيه، وده لأنه هيورث القوة والشجاعة من أبوه الإله زيوس. وبعدها بتعدي السنين وهركليز بيكبر معاه كره وحقد هيرا ليه، وفي الوقت ده بتعمل معاه اتفاق وبتكلفه ب 12 مهمة وبتعرفه لو نجح فيهم هتبعد عنه وتسيبه يعيش في سلام. وهركليز بيوافق وبيقبل شروطها، وبيبدأ أول مهمة اللي كانت عبارة عن قتل حيوان الهيدرا، وده حيوان ضخم بيعيش في بحيرة بعيدة وله 5 رؤوس. وبيقدر هركليز بمهارته وقوته إن هو يروح المكان ده وبيفضل يتصارع مع الوحش ده لحد ما بيقضي عليه وبيقتله. وتاني مهمة كانت قتل الخنزير أرمس، وده كان خنزير متوحش وحجمه ضخم جدا وعايش في الجليد، وهيركليز بيقدر ان هو يوصل لمكانه وبيتعارك معاه وبيقتله بكل سهولة. اما المهمة التالتة فبتكون اصعبهم لانه كان مطلوب منه ان هو يواجه اسد نمية، والاسد ده ما كانش اسد عادي لانه يعتبر من اشرس انواع الاسود، وكان بيتميز ان جلده سميك جدا وما كانش في اي سلاح بيقدر يخترقه. بس كالعادة بيقدر هيركليز ان هو يتعارك معاه بكل قوته وبيمسك فكه وبيكسره وبيقضي عليه. بعدها بنروح لساحل مقدونيا وبنشوف شاب اسمه الياس وهو بيحكي عن مغامرات هيركليز، لكنه بيكون متكتف ومتعلق، وبنعرف ان القراصنة هم اللي خاطفينه علشان يقتلوه. ولما رئيس القراصنة بيسمع حكاياته عن هيركليز ما بيكونش مصدق ولا كلمة من اللي اتقالت وبيستهزأ بكلام الياس. لكن فجأة هيركليز بيوصل وبيكون لابس راس اسد انيميا اللي قتله، وبيعرف رئيس القراصنة ان كل اللي اتقال عليه حصل. ورئيس القراصنة بيؤمر رجالته اللي بيكون عددهم 40 راجل انهم يتجمعوا كلهم مع بعض علشان يقتلوا هيركليز. وطبعا هيركليز ما كانش همه، وبيعرف رئيس القراصنة ان هو بيتحدى ابن الاله زيوس وبيأكد له ان نهايته هتكون على ايده قريب جدا. وقبل ما بيهجم على رجالته بيجي اصحاب هيركليز اللي كانوا مجموعة من محاربين المرتزقة، وكانت مهمتهم ان هم يساعدوا اي حد في مقابل الفلوس. وبيقدر هيركليز واصحابه ان هم يخلصوا على كل القراصنة وبعدها بينقذوا الياس منهم. وبعدها بنشوف هيركليز واصحابه هم قاعدين بياكلوا في مطعم وبيكونوا بيحتفلوا بالغنيمة اللي اخدوها من القراصنة وبيفضلوا يضحكوا على اللي عملوه فيهم. وهيركليز بيقول لصاحبه إليكس انه بيتمنى يروح اراضي البربر ويعيش في سلام وفي عزلة تامة بعيدا عن كل الصراعات والمشاكل اللي عايشها. وبعد شوية بتدخل عليهم الملكة جينا وبتكون عايزة تتكلم مع هيركليز في موضوع مهم، وفي الاول بتعرفه بنفسها وبتقول له ان هي بنت الملك كوتس وبتحكي له عن ابوها وبتعرفه ان هو دخل حرب كبيرة جدا ضد ريسوس اكبر ملوك الحرب، وبسبب الحرب دي بلدها كلها اتدمرت وفي ناس كتير جدا ملهمش اي ذنب ماتوا. ولما بتطلب مساعدته إليكس ما بيكونش متحمس للمغامرة دي، وهيركليز بيعرفها ان اصدقائه مش بيحاربوا من غير مقابل. وفي الوقت ده جينا بتوعدهم ان هم لو انضموا للجيش الملك هيدوم ثروة كبيرة جدا ما كانوش يحلموا بيها. وهيركليز واصحابه بيتحمسوا جدا لكلامها وبيقرروا ان هم يروحوا معاها لبلادها علشان يحاربوا. وبعد كام يوم بيوصل هيركليز واصدقائه لمدينة تراكيا شمال اليونان، واول لما بيدخلوا المدينة كل الناس بتفضل تبص لهم وبيكونوا مستغربين من هيئتهم اللي بتدل انهم محاربين من نوع مختلف. وبيكون في استقبالهم القائد سيتكليز، ومن نظراته كده بنعرف ان هو بيقلل من شأن هيركليز واللي معاه. لكن الملكة جينا بتأمره ان هو يبلغ الملك كوتس وتعرفه انها وصلت ومعاه هيركليز واصحابه. وفي الوقت ده هيركليز بيشوف تمثال عملاق جدا لهيرا موجود في ساحة المدينة، وجينا بتعرفه ان اهل المدينة بيتباركوا بيها وان التمثال ده بناه 1000 راجل في 5 سنين. وبتعرفه كمان ان هي عارفة كل المهمات اللي هيرا كلفته بيها علشان يعيش في سلام، وبتقول له يا ريت تعتبر انضمامك لينا مهمة من المهمات اللي هيرا كلفتك بيها. وفجأة بيجي ابن جينا وبيجري بسرعة علشان يسلم عليه، لكن جينا بتخاف عليه وبتاخده وبتبعد عن المكان. وبعدها القائد سيتكليز بيجي ياخد هيركليز واصحابه علشان يقابلوا الملك. ولما القائد بيسأل هيركليز هل قابل ملوك قبل كده ولا لا، هيركليز بيرجع بالزمن ل3 سنين فاتوا وبيفتكر اليوم اللي راح قابل فيه الملك أرسيوس. وفي الوقت ده مرات هيركليز وأولاده كانوا لسه عايشين، وبتكون في حفلة كبيرة جدا في قصر الملك، وهيركليز بيروح يقابله وبيقدم له رؤوس وحش الهيدرا اللي قتله في البحيرة، والملك بيشكره وبيقول له إن هو قدم له هدية عظيمة جدا. وبنشوف لحظة قتل مراته وأولاده. وبعدها بنرجع للوقت الحاضر وهيركليز بيروح يقابل الملك كوتس هو وأصدقائه، والملك بيستقبله وبيعرفه إن هو سمع عنه حكايات كتير لكنه كان مستغرب ان هو جاي ومعاه مجموعة محاربين.
وهركليس بيبدأ ان هو يعرفه ان هما ما يقلوش اهمية عنه، وان الحرب محتاجة مجموعة من المحاربين الشجعان اللي زيهم. وبيبدأ هركليس يعرف الملك عليهم، واللي بيكونوا اساميهم إليكس وتيداس واتلانتا والياس وفاروس اللي بيكون عنده موهبة قراءة المستقبل، وكان بيتوقع ان هو هيموت في خلال ايام. والملك كوتس بيستغرب من وجود اتلانتا ضمن مجموعة المحاربين، وكان مستقل بها جدا وبيقول لها ان الحرب مش لعبة، وانها لازم تستثمر جمالها في البيت والطبخ وتربية الاولاد. لكن في لحظة اتلانتا بتستعرض مهاراتها القتالية وبتصوب سهم جنب راس الحارس، وفي الوقت ده الملك بيعرف ان هي مش محاربة عادية، وبيعتذر لها على سوء تقديره ليها. وفي الليل الملك بيحضر لهم وليمة كبيرة، وبيبدأ ان هو يكلمهم عن الملك ريسوس، وبيعرفهم انه مش ملك عادي لانه ساحر، وان لازم اللي يقتله ده ما يكونش بشر عادي. وبيعرفهم كمان ان الجيش بتاعه مختلف، لان كل جنوده اجسامهم عبارة عن نص انسان، اما النص التاني فبيكون لحيوان. والملك بياخد هركليز وبيفرجه على كمية الدمار اللي بتحصل كل يوم في بلده. وجينا بتقوله ان هي مش بتصدق الاساطير، لكن ابنها ارياس مؤمن بيها، وانها مش هتصدق الاساطير دي كلها غير لو هركليس فعلا قدر ان هو يهزم ريسوس. وبعدها هركليس بيجمع كل اصحابه وبيعرفهم ان هو طلب من الملك ضعف اللي اتفق عليه مع بنته، وده لان الموضوع طلع كبير جدا. وغير كده كمان ان الجيش بتاعه معظمه اتقضى عليه، ومش فاضل عنده غير المزارعين، وما كانش قدام هركليس غير ان هو يدرب المزارعين دول على القتال، وده طبعا علشان يساعدوه في الحرب ضد ريسوس. وتاني يوم هركليس بيجمع كل الجنود اللي باقيين، وبيكون معاهم المزارعين علشان يختبر قوتهم، لكنهم للاسف في وقت الاختبار بيلاقوهم ضعاف جدا، وكانوا محتاجين منه تدريب كبير. وبيبدأ ان هو يعرفهم على اول درس لازم يتعلموه في القتال، وهو الدفاع عن النفس والنجاة من الموت. وبيعلمهم ازاي يكونوا درع قوي علشان يتصدى لضربات جيش العدو. وبعد شوية بنشوف قائد من الجيش اسمه فنس، وبيبلغ الملك وهركليس ان جيش الملك ريسوس بدأ ان هو يتحرك في الطريق ليهم، وان عدد الجنود اللي جايين حوالي 4000 جندي، وكلهم مسحورين بسحر ريسوس. وبيبلغهم كمان ان الجنود دي هتعدي على اراضي بيسي علشان يقضوا عليهم، وبعدها هيجولنا هنا علشان يقضوا علينا احنا كمان. وفي الوقت ده الملك بيطلب من هركليس ان هو ياخد الجيش اللي دربه ويطلع بيه بسرعة على اراضي بيسي علشان يساعدوا سكانها. وهركليس بيحس انه لسه مش مستعد للحرب دي، وبيعرف الملك ان الجنود اللي معاه لسه محتاجين على الاقل 6 شهور تدريب، وانه للاسف لو دخل بيهم حرب دلوقتي هيبقى كده حكم عليهم بالموت والهلاك. لكن الملك مش بيهتم بكلام هركليس، وبيأمر الجيش كله ان هو يستعد لمواجهة جيش ريسوس. وفي الوقت ده بنشوف ارياس وهو بيدور على هركليس، واول لما تيداس بيشوفه بيصحى وبينفعل، وارياس بيتخض منه وبيطلع يجري. لما هركليس بيقابله بيحاول يهديه، وبيقول له ان تيداس من كتر الحروب اللي دخلها بقى كل ما بينام بيحلم بيها وبيصحى مفزوع من النوم، لكنه بيعرفه ان قلبه طيب جدا. وبعدها هركليس بياخده علشان يوصله لامه اللي بتكون في المستشفى بتعالج المصابين وضحايا الحرب. وهركليس بيستغرب ان هي بتعالج المصابين بنفسها على الرغم انها بنت ملك، والمفروض ان هي تكون في القصر موجوده بين الخدم. لكن جينا بتعرفه ان هي علمت نفسها التمريض علشان تقدر ان هي تساعد شعبها حتى لو بجزء بسيط في المعركه. وارياس بيعرف هركليس ان هو بيتمنى لما يكبر يكون بطل وشجاع زيه، وهركليس بيتاثر بكلامه وبيديله سلسله فيها ناب اسد نمية اللي قتله، وبيقول له ان هو كان محتفظ بالناب ده علشان يديه لابنه، لكنه للاسف مش موجود. وبيطلب منه ان هو لازم يكون شجاع علشان لما يكبر يقدر ان هو يحمي امه والمدينه بتاعته. وتاني يوم هركليس بيجمع كل الجنود والمزارعين اللي في المدينه، وبيقول لهم ان هم ما يخافوش من الحرب، وانهم لازم يشكلوا درع قوي صعب الاختراق، وبيفضل يشجع فيهم علشان يعزز من قوتهم. وبنشوف هركليس واصحابه وهم رايحين مع الجنود لاراضي بيسي، وبيكون معاهم الملك والقائد سيتكليس، وبيفضلوا ماشيين لحد ما هركليس بيلاقي قدامه غيامه كبيره، وبيطلب من الجنود انهم يقفوا مكانهم بسرعه، وبينزل هو واصحابه علشان يستكشفوا المكان. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا جثث على الارض، وللاسف بيعرفوا ان هم اتاخروا على اهل القريه اللي اتقتلوا على ايد جيش ريسوس من غير اي رحمه. وفي وقت ما كانوا ماشيين في وسط الجثث هركليس بيلاحظ ان في جثث اتعفنت، وان في جثث تانية لسه مقتوله من ساعات. وكانت المفاجاه ليه لما بيلاقي من بين الجثث دي محاربين من اراضي بيسي وكانوا مستخبيين في وسط الجثث، وبنشوفهم وهم طالعين من افخاخ تحت الارض، وعددهم بتكون اكبر من جيش هركليس بكتير. وهركليس بيكون مصدوم لما بيعرف ان هم عايزين يقتلوهم، على الرغم ان هركليس اصلا كان جاي علشان ينقذهم من جيش ريسوس. والملك كوتس بيعرفه ان اللي حصل لهم ده من سحر الملك ريسوس، وان هو قصد ان هو يعمل كده لانه كان متاكد اننا هاجي علشان يساعدهم.
وبكده ما كانش قدام جيش هركليز غير ان هو يحاربهم. وبنشوف هركليز وهو بيلبس الخوذة بتاعته وكان بيقدر ان هو يقتل فيهم بضربة واحدة بس من ايده. وبعدها بتدور معركة كبيرة بين جيش هركليز واهالي مدينة بيسي، وهركليز بيكون خايف على الملك قدس ان هو يتقتل، وبيأمر الجنود بتوعه ان هم يعملوا عليه سد من الدروع، وبيطلب منهم ان هم يجيبوا له العربيات. وبنشوفه هو وفارس وباقي المحاربين وهم راكبينها، وبيقدروا من خلالها ان هم يقتلوا عدد كبير جدا من جنود بيسي المسحورين. وفي نهاية المعركة هركليز بيروح للملك وبيعرفه ان هو خسر نص جيشه في المعركة البسيطة دي، وده بسبب ان هو ما سمعش كلامه واخدهم على الحرب من غير ما يخلصوا تدريب. وبيطلب منه ان هو يديله الوقت الكافي علشان يدرب باقي الجيش ويخليهم مستعدين لمواجهة جيش ريسوس. وبعدها بنشوف جينا وهي رايحة خيمة هركليز، وبنعرف ان هو مصاب وكانت رايحة علشان تعالجه، وبيبدأوا ان هم يتكلموا مع بعض. وجينا بتعرفه ان جوزها مات في الحرب، ولما بتسأل هركليز لو كان عنده عيلة، هركليز بيتهرب من الموضوع وبيعرفها ان هو تعبان وعايز ينام. ولما جينا بتمشي هركليز بيرجع يفتكر كل اللي حصل له، وبيفتكر لما صحي من النوم ولقى ايده كلها دم وما كانش فاهم ولا عارف ايه اللي حصل. وللاسف في الوقت ده بيتهموه ان هو اللي قتل مراته واولاده، والملك ارسيوس ما بيرضاش ان هو يقتله علشان ما يعملش منه بطل، وبيكتفي ان هو يطرده من المدينة. وفعلا بعدها هركليز بيطرد من المدينة وبيكون مع اصحابه المحاربين. ومن الوقت ده قرروا ان هم يستخدموا قوتهم في الحروب وانهم يدوروا على اي حرب يدخلوها في مقابل الفلوس. وتاني يوم جينا بتروح تقعد مع اصحاب هركليز وبتعرفهم ان الناس كلها بتقول ان هركليز قتل اسرته، واليكس بيقول لها ان الادله كلها بتقول كده لكن محدش يعرف الحقيقه فين. واتلانتا بتعرفها ان هي طول الوقت بتراقب هركليز كويس لان كل ما بيفتكر اللي حصل لمراته واولاده بيتحول لوحش قاتل. وبعدها بيعدي الوقت وبنشوف هركليز وهو بيدرب باقي الجنود على المهارات القتاليه. وفي الوقت ده الملك والقائد ستيكلز بيكون معاهم خريطة، والقائد فينس بيجي وبيبلغهم ان معسكر جيش ريسوس قريب منهم وانه هيروح يستكشف عددهم ويرجع لهم تاني علشان يستعدوا. وهركليز بيكون مجهز خطة للحرب وبيقولها للملك. وتاني يوم بيجهز الجيش وبيتحرك للمكان اللي هتقوم في المعركة. وفجأة بيشوف 3 جنود من جيش ريسوس جايين عليهم، ولما بيوصلوا بيشيلوا الأقنعة اللي على وشهم واللي بيكون منهم ريسوس والقائد فينس. وفي الوقت ده الملك بيعرف ان فينس خاين وشغال تبع الملك ريسوس، وانه طول الفترة اللي فاتت دي كان بينقلوا الاخبار كلها. وريسوس بيعرض عليه ان هو يستسلم، خاصة ان عدد جنود جيش ريسوس 3 اضعاف جيش الملك. ده غير كمان ان ريسوس عنده جيش مختلف لان نص جسمه راجل عادي والنص التاني حصان. لكن الملك وهركليز بيقرروا ان هم يحاربوا، وبنشوف المحاربين اصحاب هركليز وهم راكبين عربيات وبيقتلوا في الجنود، وبتقوم بينهم معركة كبيرة بيقدر هركليز ينتصر فيها، وبياخدوا معاهم اسرى كمان وبيربطوهم بالسلاسل. ولما بيرجعوا كل اهل المدينة بيكونوا فرحانين جدا. وبنشوف الملك ريسوس وهو مربوط بالسلاسل وبيقول لهركليز ان هو كده نصر الظلم على الحق. وطبعا هركليز بيكون مستغرب جدا من كلامه. وفي الليل الملك بيعمل حفلة كبيرة احتفالا بالنصر، وهركليز بيتكلم مع أليكس وبيحكي له اللي ريسوس قاله له، لكن أليكس مش بيهتم بكلامه وبيعرفه ان هو ما يهمهوش الحق مع مين، وان اهم حاجة عنده ان هو ياخد الذهب اللي الملك اتفق معاهم عليه. وبنشوف ريسوس وهو متربط بالسلاسل وشايفهم وهم بيحتفلوا، والغريب ان هو بيكون صعبان على جينا وبتقوم علشان تسقيه، لكن الملك قدس بيرفض وبيمنعها ان هي تشربه. ولما هركليز بيشوف الموقف ده بيحس ان كلام ريسوس فعلا مظبوط وان هو مظلوم. ولما بيروح يقابل جينا وبيحكي لها على اللي سمعه من ريسوس، جينا بتبدا ان هي تحكي له على اللي حصل وبتعرفه ان جوزها كان الملك، وان ابوها الملك قدس هو اللي قتله بالسم، وهددها بعد كده ان هي لو قالت لاي حد هيقتل ابنها ارياس، وبتعرفه ان ابنها ارياس هو الوارث الشرعي للحكم، وانها صابره كل ده لحد ما ارياس ابنها يكبر واللي اكيد هينتقم من جده لما يعرف اللي حصل ويورث هو الحكم. وبتعرفه كمان ان قدس هو السبب في كل الحروب اللي بتحصل في البلاد دي، وان ريسوس كان بيحاربه بسبب الظلم اللي هو بيعمله. وفي الوقت ده جينا بتطلب من هركليز ان هو ياخد ابنها ارياس ويخبيه في مكان بعيد، وطبعا هركليز كان مصدوم وما كانش مصدق ان هو اتخدع. ولما بيروح للملك وبيعرفه ان هو عارف الحقيقه، الملك بكل برود ما بينكرش وبيفكر هركليز ان هو محارب مرتزق، يعني الحرب اللي دخلها دي دخلها علشان الفلوس، وبيعرفه ان هو ينفذ وعده ليه وانه مجهز كل الذهب اللي اتفق معاهم عليه. ولما بيعرض على هركليز ان هو يستنى معاه ويكون قائد الجيش بتاعه، طبعا هركليز بيرفض لانه عرف ان هو ظالم، واصحابه بياخدوا الذهب وبيمشوا وهركليز بيمشي معاهم، لكنه بعد شويه بيكون حاسس بالذنب وبيقرر انه يرجع علشان ينقذ جينا وابنها ويحاول ان هو يصلح كل اللي عمله من غير قصد. ولما بيحكي لاصحابه على كل اللي حصل بيوافقوا ان هم يرجعوا معاه، ما عدا أليكس اللي بيرفض الرجوع وبياخد نصيبه من الذهب وبيمشي. وعلى طول هركليز بياخد اصحابه وبيقدروا ان هم يدخلوا القصر من غير ما الحراس يشوفوهم، وبيبداوا ان هم يقتلوا في الحراس، لكن للاسف بعد شويه الحراس بتتجمع حواليهم
بيطلبوا من هركليز واللي معاه ان هم يرموا الاسلحه بتاعتهم على الارض، وبيهددوهم ان هم لو ما عملوش كده هيقتلوا الياس. وفعلا هركليز واصحابه بيرموا اسلحتهم، وبعدها بيجي كوتس والقائد استكليز بيعرفوا ان هو سمع جينا بتطلب من هركليز ان هو ياخد ابنها ويخبيه. وعلى طول الملك بياخد ارياس وبيأمر الحراس ان هم ياخدوا هركليز وجينا على السجن. وبعدها بنشوف هركليز وهو مربوط بالسلاسل الحديد، وبيجي كوتس وارسيوس قدامه، وارسيوس بيكون جايب له 3 ذئاب مفترسه وكان مطلوب من هركليز ان هو يقتلهم. وبنعرف ان دي كانت المهمه الاخيره اللي المفروض هركليز كان يعملها، وده طبعا علشان يخلص من لعنه هيرا. وهركليز ما كانش يلحق ينفذها لان ارسيوس اتهمه بقتل مراته واولاده وطرده من المدينه. وكانت الصدمه لهركليز لما بيعرف منه ان هو اللي قتل مراته واولاده بالذئاب، وبيعرفوا ان هو عمل كده علشان ما يقدرش يخلص المهمة الأخيرة، وهيرا تفضل غضبانة عليه وتحاول تأذيه، وبيقول له ان هو عمل كده لانه دايما كان بيغير منه، وده بسبب ان هو بطل اسطوري والشعب كله كان بيحبه. وبيعرفوا كمان ان هو اتحد مع الملك كوتس علشان هما الاتنين يحكموا اليونان كلها. وفي الوقت ده كوتس بيأمر الحراس ان هما يقتلوا بنته جينا، وده لانه كده بيعتبرها خاينة، وبيعرفها ان هو هيربي ارياس بنفسه لحد ما يكبر ويسلمه الحكم. وبيأمر كمان الحراس ان هما يقتلوا هركليز واصحابه، لكن بيقدر هركليز ان هو ينزع الاحجار اللي فيها السلاسل الحديد، وبيفضل يضرب بقى الحراس اللي كانوا هيقتلوا جينا وبينقذها من الموت. وارسيوس وكوتس بيكونوا مصدومين من اللي هم شايفينه، ولما بيحسوا ان نهايتهم خلاص قربت بيهربوا هما الاتنين، بعد ما ارسيوس بيكون فك الذئاب وسابهم على هركليز. لكن هركليز بيقدر ان هو يخلص عليهم، وبعدها بيخرج اصحابه من السجن وبيخرجوا من القصر وبيقابلوا الحراس وبيفضلوا يقتلوا فيهم. وهركليز بيمسك ارسيوس وبيقتله بكل انتقام، وبيجي استكليز وبيرمي حبل على رقبة هركليز علشان يقتله، لكن الياس بيجي من ورا استكليز وبيقتله وهو اللي بينقذ هركليز. وبعد كده بيخرج هركليز واصحابه بره القصر، والملك كوتس بيهددهم ان هو هيقتل ارياس لو حد قرب له. لكن في الوقت ده بيرجع أليكس تاني وبيقتل الحارس اللي كان هيقتل ارياس، وارياس بيجري وتيداس بيعمل نفسه درع وبيحمي ارياس من اسهم الحراس، لكنه للاسف بيتصاب وهركليز ما بيقدرش ان هو يلحقه وبيموت. وطبعا هركليز بيكون زعلان جدا عليه، وبيشيل الشعلات اللي جواها زيت مغلي وبيرميها على الحراس، وبيستجمع كل قوته وبيقدر ان هو يحرك تمثال هيرا وبيوقعه عليهم، وبنشوف راس التمثال اللي بتقع على الملك كوتس وبيموت، وباقي الجيش اللي هركليز دربه بيهتف باسمه. وبكده هركليز بيكون خلص كل المهمات اللي هيرا طلبتهم منه، وبينتهي الصراع معاها، وبيقرر ان هو يتجوز جينا ويعيش معاها هي وارياس في سلام، وبيخلص الفيلم على كده. يا ريت بقى لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده ما تنساش انك تحط لايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك فيها علشان تتابع معايا اقوى ملخصات الافلام، واشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.